واخيرا بعد طول الانتظار للمتقاعدين، الحكومه غادي تصادق على اصلاح نظام التقاعد بالمغرب، وبالضبط ان شاء الله غيكون في 2025. تبع معنا الفيديو من الواحد للاخر باش تفهموا مزيان. يتسلطوا بعض النواب البرلمانيين الضوء على غياب اصلاح انظمه التقاعد في الاجراءات المعلنه مشروع قانون المالي ديال 2025، مع ان الحكومه كانت وعدات باش تخدم هذا الملف اللي وصل لواحد المرحله صعيبه وخلى بزاف ديال المؤسسات الرسميه دق ناقوس الخطر. وهذا الشيء اللي قال الناطق الرسمي باسم الحكومه مصطفى بيطاس. خصوص موضوع التقاعد ايضا فيه اصلاحات تهم مجموعه من القضايا المؤرقه والتي نتفق جميعا اليوم في المغرب بانه لا مناص الا من مواجهتها. التحدي الاول هو تحدي ديال التقاعد. التقاعد الان كل ما قامت به الحكومه او ما ستقوم به فيما بعد هو أنها سوف تقدم الأرقام والوضعيات هذه الصناديق لمختلف الفرقاء. ها هي الوضعية، ها هما الإمكانيات المطروحة للمعالجة، وعلى هذا الأساس هذا غادي يكون هذا النقاش. فهذا واحد من الملفات اللي اليوم يجب مواجهتها مواجهة كاملة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه قمنا بإصلاحات ظرفية وجزئية في سنوات قليلة الماضية، لكنها لم تؤدي إلى المطلوب، أعطتنا فقط بعض السنوات. هذه المنظومة ديال التقاعد خصها إصلاح، والإصلاح طبعا كما كان دائما ديدن هذه الحكومة لا يتم إلا بالجلوس مع النقابات. في هذا السياق قالت رابعة بوجة النائب البرلماني ديال العدالة والتنمية أن مشروع قانون المالي 2025 كان مخيب للآمال، بحيث ما جاب حتى شي إجراء بخصوص إصلاح التقاعد. معنا تقارير وطنيه بحال ديال بنك المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الاعلى للحسابات كانوا كيحذروا من الوضع ديال هذه الصناديق. وزادت النائبه في جلسه الاسئله الشفويه في البرلمان نهار الاثنين 28 اكتوبر 2024 ان الحكومه ما عندهاش اراده باش تصلح التقاعد، مع ان الموضوع كاين اكثر من 700 الف متقاعد كيعانيو وصل العتبه ديال الفقر. واضافت ان هذه الفئه كانت مقصية من الحوار الاجتماعي، ودابا حتى في القانون المالي ما داروش ليها اعتبار. وشرط ايضا ان هاد الناس كيعانيو من غلاء بزاف ديال المواد الغذائيه، وسولات واش كتسناو منهم يديروا نسخه جديده من احداث الفنيدق. كذات ان الحزب ديالهم قدم اقتراح باش يتم الربط بين المعاشات والتضخم باش يخفوا من غلاء الاسعار، بحال اللي معمول به بزاف ديال الدول. وعاتبت الحكومه لتاخرها في هذا الجانب، رغم انها كتقول بغات تقوي الدوله الاجتماعيه. من جهتها قالت النائبه البرلمانيه خديجه اروهال عن حزب التقدم الاشتراكيه ان المتقاعد المغربي ولا كيخاف وصل لسن التقاعد بسبب الامراض المزمنه وغلاء الادويه وضعف المعاشات اللي ما كتحافظ حتى على الحد الادنى ديال الكرامه ديال الانسان. واشارت ان المغرب عنده التزام بتوسيع قاعده المشاركه في انظمه التقاعد، ولكن ما بان حتى شي اثر لهذا الشيء في القانون المالي. من جهه اخرى قالت وزيره الاقتصاد والماليه ناديه فتاح العلوي ان اصلاح التقاعد هو ملف اجتماعي كبير من انه تقني، وذكرت بالوعد ديالها قدام البرلمان بانها غادي تعالج هذا الملف. وجدت الوعد ديالها بخصوص الاجراءات اللي دارتها الحكومه للمتقاعدين. قالت الوزيره انه تم رفع من المعاشات بنسبه 5% للناس ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه تم المصادقه على قانون 1300 يوم في مجلس المستشارين. وزادت انه في الحوار الاجتماعي في شهر ابريل اللي فات تم الاتفاق على 3 ركائز. اولا دمج القطبين العمومي والخاص، وتحديد اليات الانتقال لنظام جديد مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وتحسين حكامه الانظمه التقاعد.